القاضية ممكن شاط الكورة وجول. الديربي الأقوى في القارة الأفريقية، مباراة على صفيح من نار. الأهلي يتطلع للفوز على غريمه التقليدي، والزمالك يتطلع للفوز علشان يجرب من حسم الدوري. طبعا عشان مباراة زي دي تكون بالقوة والحماس ده، فده بسبب تاريخ الفريقين المثير جدا. يعني مثلا لو هنيجي نبص على مباريات الفريقين من أول مباراة مثلا في 1917، ودي كانت مباراة ودية الأهلي كسب فيها 1-0. من هنا بدأت الندية اللي لغاية وقتنا الحالي. الأهلي والزمالك تاريخ يدرس. الفرقتين لعبوا بعض في البطولات المحلية 173 مباراة. الأهلي فاز 75 مرة والزمالك فاز 42 مرة، وأشهر الماتشات دي كانت ماتش الأهلي بيبو وبشير 6-1 وماتش 6-0 لصالح الزمالك. أما بقى لما نيجي البطولات القارية، الفريقين لعبوا بعض 11 مباراة قارية، 9 دوري أبطال أفريقيا. الأهلي فاز فيهم 6 ماتشات وتعادلوا في 3 ماتشات، كان آخر ماتش بينهم ماتش القاضية 2020، ولعبوا مرتين في السوبر الأفريقي، والزمالك كان له اليد العليا في المباراتين. الاهلي والزمالك لعبوا 230 مباراه رسميه، 100 فوز للاهلي و54 للزمالك و76 تعادل. نروح بقى لنقطه معجرة حبتين، ازاي الاهلي ياخد الدوري؟ عشان نبقى واقعيين، الاهلي حاليا على كف عفريت. علشان ياخد الدوري لازم يحصل السيناريوهات الاتيه: الاهلي يفوز بكل ماتشاته اللي جايه ب9 نقاط، اللي منها ماتش الزمالك ويبقى 53 نقطه. مش بس كده، لا، طب شرط ان الزمالك يخسر ماتش تاني غير ماتش الاهلي. طب بس كده؟ لا يا حبيب اخوك، اهدى علي. ده برضه بشرط ان بيراميدز تخسر وتتعادل، كده نقول مبروك للاهلي. غير كده بقى مبروك للزمالك او لبيراميدز، ايهما اقرب بقى حسب السيناريوهات اللي هنشوفها في الماتشات اللي باقيه.